بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي الفسيخ شربون. النهاردة إن شاء الله عندي مفاجأة من العيار التقيل. النهاردة هنعمل حاجة تدوير خامات لحاجة كلنا بنرميها وكلنا بنستغنى عنها مع إنها كنز. يا ترى إحنا شايفين الشنطة ديت قد إيه رقيقة وجميلة وبسيطة زي ما إحنا شايفينها كده. دي يا ترى معمولة من ايه؟ دي معمولة من علب اللبن او علب العصير. علب العصير اللي احنا كلنا بنرميها نجيبها ونعيد تدويرها تاني. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان احنا ممكن نعيد تدوير اي حاجة او اي مواد مستهلكة او اي علب او اي حاجة عندنا في البيت. ده اللي بتقوم عليه قناة الفسيخ شربات زي ما الاسم بتاعها واضح، ومن الفسيخ شربات. لازم نستغل كل حاجة عندنا بنستهلكها، او حاجة جبناها كراتين، قشر بيض زي ما قلنا قبل كده، نوى بلح، اي حاجة او اي مواد مستهلكة ما نرميهاش. هي مستهلكة، ممكن تكون مستهلكة في وجهة نظرنا ان هي مش نافعة تاني، لا، احنا لو فكرنا وركزنا هنلاقيها ان احنا بنعمل منها حاجة كويسة او حاجة جميلة. زي ما احنا شايفين علبة اللبن اهي او علبة العصير انا جبتها. طبعا عارفين ان علبة العصير كلها بتبقى مقفولة وبتبقى ليها حاجة من هنا كده، الغطا بتاعها من هنا، وبنفتح وبنشرب وكده. هي كلها كده ايه مقفولة. طبعا مقفولة كده فيها العصير، وهنا ليها الغطا بتاعها. فطبعا احنا عملنا ايه؟ هي كان الاتجاه الغطا كان من هنا كده. فطبعا احنا جينا كسرنا الجزء بتاع الغطا كله وفتحنا من هنا. فتحت هنا كلها، رحت فتحها وشلنا الغطا من هنا. طب يا ترى ده ايه؟ ده طبعا انا ممكن اعملها على الخامة بتاعتها لكن هتبقى خفيفة جدا. عايزه اقول لكم ان دي خامة، بصوا شايفين قد ايه تقيلة اهي، ما بتتنيش ابدا ولا بتتطبق، تقيلة جدا اهي، عاملة زي الخشب بالظبط واقوى كمان من الخشب، عامله زي الكونتر يعني واكتر من الكونتر، عامله زي الخشب الزان. طب يا ساره انا دعمتها بايه؟ زي ما احنا شايفين كده، ده الورق الملفوف اللي انا عملته معاكم مره قبل كده. ورق ملفوف ولزقناه زي ما احنا شايفين كده اهو من تحت كمان عشان يديها متانه. وعملنا هنا الارضيه بتاعتها هنا القواعد دي عشان تقف عليها كده. وعملنا الايدين برضو بالورق الملفوف. بعد كده جبنا الوان الميه ودهنا، وكان عندي اكسسوارات هنا بتاعت فساتين قديمه حطيتها، وصوره هنا، وزوقناها زي ما احنا شايفين، وكرتونه وغطيت بيها الجزء ده مكان الغطا بتاعها، والاسترس ده كان عندي حطيته. وبقت شنطه جميله زي ما احنا شايفين، ممكن نستخدمها للاطفال الصغيرين، يحطوا فيهم لعابهم، يحطوا شوكولاتاتهم، ملبساتهم، اي حاجه حلوه عايزينها. وممكن تنفع شنطة خروج ليهم جميلة وخفيفة. أنا اتعمدت أخليها مكشوفة كده عشان خاطر إن هي تبقى مفرحاهم حاجات جميلة. أو ممكن نستغلها كمنظم للتسريحة للبنات. إزاي؟ ممكن مثلا نحط فيها المونيكارات بتاعتهم، الأكلادور كده مثلا. عندي مثلا ايه علبة المونيكير اهي بحطها. طبعا احنا عارفين عشان نميز بقى الالوان بناخد لون من هنا نحطه هنا كده عشان نعرف ان الازازة دي لونها ايه، ونرص كده الالوان بتاعت المونيكير او الواننا. ممكن نستغلها كمان للالوان اللي احنا بنشتغل بيها، يعني مش شرط الاكلادور والحاجات دي. كده استغلناها في مثلا مونيكير او حاجة زي كده. ممكن كمان نستغلها في حاجات تانية على التسريحة. يعني ممكن نشيل المونيكير او نشيل الالوان مثلا كده. عايزه اقول لكم كمان ان انا بعد ما دهنت الشنطه بالوان الميه اديتها طبقه عازله. ليه طبقه عازله؟ عشان لو جه عليها ميه او حبيت اغسلها هي قابله للغسيل. زي ما احنا شايفين الطبقه اللامعه دي عملتها بالورنيش المائي. بعد ما لزقت كل الاسترسات ولونت، دهنت على الاسترسات بالورنيش المائي زي ما احنا دهنت الطبقة اللامعة ديت للورنيش عشان تديها الطبقة اللامعة ديت الورنيش المائي، وكمان عشان يثبت لي كل ده، لان احنا عارفين ان الورنيش المائي برضو هو مادة لاصقة جميلة بتثبت معانا. ممكن بدل ازاز المونيكير احنا استعملناها في حاجات تانية، يعني مثلا ازاز مكياجات او مزيل عرق او مثلا حاجات زي كده حطيناها. هنا زيت جونسون اهوت حطيناه كده مثلا. هنا مثلا برفانات اهي ممكن. هنا
هنا ده ايه ده؟ كحول اهوت. ممكن نحط الفاونديشن والحاجات دي، اي حاجة مثلا اهي. نشيل الكحول، بلاش الكحول، نحط هنا. خدت معانا كمية كبيرة وجميلة. لا مش هو ده، ممكن نحط دي، ممكن نرتب زي ما احنا عايزين بقى. المهم ان هي خدت معايا شكلها جميل ولما حاجتنا. وممكن نستعملها لفرش المكياج، ممكن نستعملها مقلمة، ممكن كل واحد استخدامه. ممكن تحطيها في المطبخ، تستخدميها في اي حاجة، تحطي فيها علب التوابل الصغيرة، اي حاجة، شوك، معالق، سكاكين، اي حاجة ممكن تستعمليها. يا ترى تكون الفكرة عجبتكم من تدوير الخامات من علبة عصير بنرميها إلى منظم جميل ورائع، أو شنطة أطفال حلوة زي ما احنا شايفين. مستنية رأيكم، ولو عجبتكم الفكرة قولولي وأنا أنفذها معاكم. إن شاء الله أنفذها معاكم بالخطوات عشان تعرفوا أنا عملتها إزاي. فما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.